في ذنوب بتتعمل في السر بعيد عن عيون الناس، يمكن محدش يعرفها غيرك وربك. الذنوب دي مش مجرد غلطة وتعدي، دي الحقيقة اللي بتكشفك قدام نفسك. الناس ممكن تشوفك إنك كويس، بتصلي وتبان محترم، لكن وإنت لوحدك بيبان معدنك الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الناس اللي يجوا يوم القيامة بحسنات قد الجبال، لكن تتحول هباء. ليه؟ لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. المشكلة مش في ذنبك اللي الناس شافته، المشكلة في اللي عملته وإنت لوحدك. أصعب اختبار في حياتك هو اللي بيبان لما الباب يتقفل والفرصة قدامك. هل هتفتكر إن ربنا شايفك ولا لأ؟ يمكن الكلام ده بيوجعك لأنك عارف إنه عنك. بتحاول تتوب، بس كل مرة بترجع تاني. الشيطان بعد الذنب يقولك خلاص مفيش فايدة، انت انتهيت. الإحساس بالذنب يزيد وتحس إنك مش نافع. لكن خد بالك، طول ما النفس لسه بيطلع باب التوبة مفتوح. اللي انتهى بجد هو اللي تحت التراب. إنما طول ما لسه في عمر، لسه في فرصة. الصراع اللي جواك طبيعي، كلنا عندنا نقطة ضعف. مشكلتك إنك مصدق إنك فاشل ومش هتتقبل. تفتح مصحف وتحس الآيات بتقولك مش قد الكلام ده. تصلي وتحس إن صلاتك مش مقبولة. لكن الحقيقة إن ده وهم من الشيطان. شوف الكلمة جميعا، يعني حتى الذنب اللي انت مستحي منه. اللي بيغرق مش هو اللي وقع في البحر، اللي بيغرق هو اللي رفض يحاول يعوم. التوبة رحلة طويلة، فيها وقوع وقيام، فيها دموع وأمل، مش زرار بيداس. كل مرة ترجع، حتى لو وقعت بعدها، بتثبت إنك لسه عايز ربنا. وربنا وعد إنه ما يخذلش اللي راجع له بصدق. اللي لازم تصدقه إن ربنا أحن عليك من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا بيفرح بتوبة عبده أكتر من فرحة واحد ضايع في الصحراء ولاقي بعيره اللي عليه حياته كلها. يعني الذنب الكبير مش أكبر من رحمة ربنا. حتى لو حسيت إنك غرقان، مجرد إنك لسه بتفكر في التوبة دي علامة خير. الشيطان بيحاول يقنعك إنك مش مستاهل، لكن التوبة معمولة مخصوص للناس اللي زيك، اللي وقعوا وعايزين يقوموا. أنت مش محتاج تبقى كامل، أنت محتاج تبدأ خطوة صغيرة بس، وربنا هيكملك الباقي. البداية مش محتاجة معجزة. صلي ركعتين بس واطلب من ربنا ياخد بإيدك. اقفل باب الذنب اللي بيوقعك. لو بالموبايل حط قيود، لو في مكان أو صحبة ابعد. ودور على واحد صالح يشدك، لأن الوحدة بتخلي الشيطان أقوى. التوبة مش معناها إنك ما تغلطش تاني. التوبة معناها إنك كل ما تقع تقوم بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ميزانك مش بعدد الوقوعات، ميزانك بعدد المرات اللي رجعت فيها. ابدأ دلوقتي بخطوة صغيرة. آية من القرآن، ركعتين خفاف، 100 أستغفر الله. أي حاجة بس تعلن بيها إنك راجع. وربنا وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النهاردة بداية جديدة، بداية صادقة، وربنا عمره ما يرد حد رجع له بصدق.